بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هنعمل مع بعض النهاردة شوية عيش فلاحي في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفينهم معايا كده، وهنعملهم بطريقة بسيطة خالص. أنا بوريكم العيش طالع معايا طري زي ما انتوا شايفينه كده. انت لو عايزاه ناشف هتفرديه. أول حاجة زي ما انتوا شايفين كده معايا معلقة كبيرة سكر، ومعايا قطعة خميرة. هبدأ أنزل عليهم بشوية مية دافيين. طبعا العيش الفلاحي ده مبيبقاش لا زيت ولا سمنة ولا حاجة خالص، ولا لبن ولا أي حاجة. هي يا دوبك المية والسكر والخميرة. هبدأ أدوب الخميرة. أنا كده خلاص دوبت الخميرة. هبدأ أنزل عليها بالدقيق. طبعا كمية الدقيق زي ما أنت عايزة تعملي كيلو، عايزة تعملي اتنين زي ما أنت عايز. وهبدأ أنزل عليهم بمعلقة ملح. كده هبدأ أعجن. هبدأ أنزل بقى بكمية الدقيق اللي أنا هعملها. دي خلاص أنا كده بدأت ألم العجينة. طبعا هي محتاجة مني شوية مية، هنزل عليها بشوية مية. طبعا هننزلش بكمية المية كلها مرة واحدة عشان ما نحتاجش دقيق تاني. انت بتنزلي بالتدريج. كده خلاص بدأت أعجن العجينة وبدأت ألمها. احنا عايزينها تكون عجينة ناشفة لأن أنا هعملها بمكنة المكرونة أو بالمكنة بتاعت العيش اللي احنا بنفرد فيها، فالمكنة دي بتعوز العجين لابس. طبعا كده خلاص أنا بكمل بقية العجن. كده خلاص العجينة خلصت معايا عجن. هبدأ بقى أغطيها وأسيبها ترتاح، أو بمعنى أصح تخمر معانا، تحطها في مكان دافي لحد ما تخمر معاكم. ده شكلها بعد ما خمرت معانا. هنبدأ بقى نقطعها كور. طبعا أنا بقطعها كور صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده. فردت دقيق وهبدأ أقطع كل الكمية بالطريقة دي. طبعا أنا أقطع معاكم كمان كام واحدة عشان تشوفوه. طبعا حاولي تكوريها وما تكبرهاش جامد عشان ما تطلعش معاكي من المكنه وتعذبك وانت بتفرديها فيها. كده بتحاولي تلمي العجين جوه بعضه بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده. طبعا بالكميه مش هتاخد معاكي وقت، باذن الله هتخلصيها على طول وانت واقفه. هتخلصي كل الكميه تقطيع. طبعا اللي انت عملتيه في الاول هو اللي انت هتبداي بيه تبطيط على ما يكون ارتاح معاكي شويه. دي الكميه بعد ما خلصت معانا. هنبدا بقى نغطيها عشان ما تنشفش، عشان انت لو سبتها متعرضه للهواء وشها هينشف معاكي. طبعا اللي احنا كنا مقطعينه الاول هتبداي تفرديه نص فرده صغيره زي ما انت شايفه كده. هتفردي الكميه زي ما انت عايزه. كده هتبداي تفردي شويه. وبعد كده بقى اللي احنا فردناه الصغير ده هنبدا بقى ناخده نفرده في المكنه. زي ما انتوا شايفين كده انا بحطه في المكنه يتفرد معانا السمك اللي انتوا شايفينه. انا طبعا عندي السمك ده انا كنت ظبطها على رقم 5. طبعا شفتوه معايا في الاول ده انا كنت ظبطها على رقم 5. لا طالع معايا لا هو رهيف ولا هو تخين، طالع معايا معقول. انا بوريكم معايا بالراحه خالص اهو، عشان لو عند حد عنده المكنه دي ولسه ما استعملهاش يستعملها. كده خلاص انا عملته. هنبدأ بقى نخبزه زي ما انتم شايفين في الفرن. طبعا ما بتخبزيش على نار بارد، لان لو خبزتيه على نار باردة هيطلع معاكي ناشف. فالنار بتكون معاكي عالية شوية. زي ما انتم شايفين العجينة بتقب معانا وطالع معانا بمورق وفي منتهى الجمال. انا بوريهولكم معايا زي ما انتم شايفين كده. يا دوبك بتاخد لون ذهبي خفيف من فوق، والقعر يكون مظبوط زي ما انتم شايفينها كده. وده شكله بعد ما خلصت الكمية اللي انا كنت عاملاها. طالعة معانا في منتهى الجمال. بقى تاكلي مع الجبنة، تتعشي بيه. وكمان ممكن في رمضان بقى، رمضان على أبواب كل سنة وانتم طيبين، تعملي له السحور. حابة تعملي فتة، حابة تعملي أي حاجة بيكون موجود عندك في البيت. ويدوبك كل اللي استعملناه هي قطعة خميرة وشوية مية وشوية دقيق يكون موجودين عندك في البيت، وهيطلع معاكي عيش في منتهى الجمال زي ما انتم شايفينه كده. وكمان طالع معانا قابق زي ما انتم شايفين. انا كنت عايزاه طري عشان طبعا احنا عندنا بناكله كده او بتعمليه سندوتشات. انت لو عايزاه ناشف هتفرديه وتسيبيه، هيطلع معاكي ناشف زي اللي بتشتريه من بره من المحلات. ويا رب الطريقه تكون سهله وبسيطه وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك.